ماذا يقول الإمام الصادق وهو في سجوده لله؟ ده يدعو بهذا الدعاء أين؟ في السجود. قال وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرون على أبنائهم وأهاليهم، إلى أن يقول فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. نحن نعلم أنه كثيرا من أولئك الذين يأتون لزيارة الإمام الحسين خصوصا المشاة ماذا يحدث لهم؟ مو فقط تغيرهم الشمس، وإنما تحصل أمور كثيرة أخرى. الإمام سلام الله عليه ينظر إلى تلك الحقيقة، يقول وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله. أنا ما أدري المشاهد الكريم يلتفت جيدا ما معنى تقلب ماذا الخدود، وهو أنه يضع خده الأيمن خده الأيسر على ماذا؟ على القبر على القبر الشريف، يعني على الضريح الذي لا طريق له لأن يضع خده على ماذا؟ على تراب القبر، فيضع على ما هو علامة لذلك. وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا. إذن الآن كم واحد صار أستاذ علاء؟ أولا البكاء، ثانيا التقلب، وثالثا التغير. هسه هذا التغير قد يكون بالشمس وقد يكون باللطم على الصدور، أيضا هذا نوع من التغير مهم. التفت جيدا إلى الأمر الرابع، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا. أنا أسأل هنا أن الجزع إذا كان مكروه الإمام سلام الله عليه يدعو لهم في سجوده وارحم تلك الصرخة التي هذا الصراخ الذي تجد أن هؤلاء يصيحون باسم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. البعض يتصور أن هذه جاءت ماذا؟ جزافا. لا، لماذا أن الإمام عندما يقول وارحم تلك الصرخة يعني يا شيعتنا يا أتباع أئمة أهل البيت عليكم أن تبينوا حقيقة ما وقع في كربلاء من خلال ماذا؟ من خلال صراخكم. يعني إذن الآن انظروا إلى مجموعة أركان: أولا الجزع، ثانيا البكاء، ثالثا الصراخ، ثالثا التغير، رابعا خامسا، هذه كلها في رواية واحدة وردت في ذلك. أعزائي، أنا كنت أتصور بأنه أجد في بعض المجالس عندما يريدون أن يذكروا محمدا وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول ارفعوا أصواتكم بالصلاة ماذا؟ على محمد وآل محمد. هذا متعارف في مجالسنا. هذا واقعا كان هذا السؤال بالنسبة لي، لماذا ارفعوا أصواتكم؟ اذكروا الله اذكروا أهل البيت ماذا؟ في أنفسكم. إلى أن وجدت روايات في هذا المجال يقول الرسول صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تذهب بالنفاق. ثم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول وارحم، إلى أن يقول اللهم إني أستودعك تلك النفوس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش.